السلام عليكم. كيف حالكم؟ وحشتوني. انا كده كنت جيت من الدوام. هذا دائما الغرفة هذه انا منشرة فيها الغسيل دائما. جيت من الدوام، وهذه عباتي، هذه شنطتي. اول ما ادخل احط عباتي على هذا الكرسي وهذه الشنطة، وبعدين ادخل اشوف اوريكم ايش مسوي. انا مخرجة اللحمة قبل ما اخرج على الدوام. لما ارجع تكون هي فكت دجاج او لحم، يكون فكوا من الثلج، بخليهم يفكون براحتهم، ما بحط معهم مويه، بخليهم كده لان انا بطلع فتره طويله. وهذا القران حقي لما بخرج هو شغال الحمد لله. وعندي هنا مواعين شويه برصها وبمسح هذا. هذه اللحمه حقتي. عندي المواعين برصها كمان، اللي في الغساله واللي برا الغساله وزي كده. وبمسح الرخامة وهبدأ أقطع اللحمة. شوف برص المواعين حقتي كلها دحين. جبت المواعين اللي يبغى لها غسيل وكذا وكله، وخلاص خلصنا. كانت الصينية هذه في الفرن وليمت وبمسح الرخام حقي. والحمد لله البيت نظيف، ما في إلا شوية أشياء. أنا دايما بيتي نظيف لأن أنا بداوم عندي شغل، فلازم على طول البيت نظيف. وما عندي شغالة، لو عندي شغالة تعرفون وربي اقول لها اتصل عليه قطعي اللحمه قطعي البصل. استغفر الله. الحمد لله على كل حال، الله يعودني خير، بس الحمد لله. هنا هقطع اللحمه وهظبط جزر يماني وزي كده. هذا كنت في الليل، كنت تقريبا الساعة 1 في الليل بجهز اللحمة وأحطها في الثلاجة عشان بعد الظهر بكرة أقوم أطبخ. وبعدين أريح شوية وبعدين أروح الدوام. خلاص كده اللحمة أنا قطعتها، بسوي كبسة بكرة لهم في قدر الضغط. الطبخة هذه هتلاقوها على قناتي الثانية، قناة أمولة. هحط لكم اللينك حقها في شو اسمه هذا، هحط لكم اللينك حقها في أول تعليق مثبت تحت في القناة، في الفيديو هذا. كده خلاص. وبغسل مواعيني وارمي الفضلات اللي زي كده، الحويسه اللي انا سويتها. لبست البلوزه هنا عشان اقدر اغسل المواعين عشان الكاميرا. لو عجبكم الفيديو حقي حطوا لي لايك، اشتركوا في القناه. معليش انا زهقتكم. حطوا لايك والقناه زي ما هي نفسي. هم نفسي الاقي كده القناه فجاه كده غمض عيوني واطلع الاقيها واو كبيره. ان شاء الله انتوا قدها، ان شاء الله ان شاء الله هتكبروها تصير كبيرة ان شاء الله. المرة دي انا غسلت المواعين هم كانوا فنجالين اللي باقيين. انا غسلت المواعين اول قبل ما ابدا وكده. كان في شوية حاجات بسيطة غسلتها، مو حاجات، هي صينية كانت في الفرن محل الغدا. وكده بحطهم على منشفة. وبعدين ما ادري ايش هسوي، ايش المقطع الجاي. رح نشوف ايش المقطع الجاي عشان نتكلم فيه. هذا اول فيديو اسويه بعد ما رجعنا من الحفلات. الفيديو اللي انا رح انزله، انا في فيديو مسجل هنزله لكم، وهذا قبل الحفلات ايام المطر وزي كده. قبل اليوم اللي انحكرت فيه في الشارع، اللي قعدت في الشارع ايام وقت المطر وزي كده. حتى الامس والله عندنا مطر، بس الحمد لله رجعت بيتي على طول. كنت في الدوام ورجعت بيتي بسرعة. خلاص حطيت الغسيل العنجي هنا. تاني يوم كان تاني يوم بعد الظهر. طلعت القدر حق الضغط الكهربائي. هو القدر هذا بيساعدني كتير صراحة، مرة مفيد يا بنات. اللي ما جابته تروحي تجيبه، صراحة مرة حلو. هذا غرفة الغسيل حاطة فيها أرفف، حاطة فيها الأجهزة الكهربائية حقتي، القدر الضغط، الخبازة، قدر العصيدة، أي شيء كهربائي في الغرفة هذه حطاه. مع دولابين معلقين فيه مواعين. يعني أنا عندي ما شاء الله مواعين تكفي كم أسرة. بس أنا بحب أجمع المواعين، بحب يعني أحب أشتري مواعين كثير، ما أدري ليش. هذه الجزر يماني عندي كنت شريته. بغسله وبأشوي لهم وأحطه في الفرن. وقدر الضغط بحط فيه اللحمة وزي كده. بس أنا الطريقة حقت الطبخة حطيتها في القناة الثانية حقت سفرة أمولة. هنا بغسل الجزر وبحطه في الشواية.
لازم تغسل الجزر كويس، ترى يحبونه عندي. عشان كده لما بجيب بشوي الكرتون كامل، ما اخد حبة حبتين، ما يحبونه مسلوق، ترى هم يحبونه مشوي. فبشغل الغاز مرة واحدة واشوي الجزر كله مرة واحدة، واخرجه احطه على السفرة. ما شاء الله، اللي رايح ياخد، اللي جاي ياخد، اللي يحبه ياكل منه. يعني ما يخرب هو، لان شوى احطه يومين كده على السفرة، ما احطه في التلاجة، احطه على السفرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هم يومين ويخلص اصلا ما شاء الله. كده خلاص خلصته، وبحطه دحين في الفرن. يلا يا أمولة، يلا يا شاطرة، يلا يلا يا بطلة، يلا يا أمولة يا حلوة انت يا شاطرة، يلا سرعة 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 على الفرن بسرعة. شغل عليه الفرن وأخليه شوية كده، برجع له ألاقيه ما شاء الله تبارك الرحمن. وريحته ايش تخلي ريحة البيت تجنن أصلا. تبارك الرحمن. كده خلاص شغلت الفرن عليه وخليه. هذا قدر الضغط بجهزه. هنا جيت خلاص بعد ما سويت الغدا، جيت أطبق ملابس محمد ولدي. كانت في الغسيل وقاعدة أشوف الناشف زي كده، لميتها وبرتبها، بحطها في الدولاب حقه، بشيلها الشرشف حقه كمان بطبق أغراضه وأوديها في الدولاب. هنا خلاص كان خلصت الغدا، وهذه شوربة أنا سويتها كمان بالمرق اللي زايد، وجهزت السفرة وتغدوا. سويت كبسة وسلطة وجزر اليماني خرج وليمون، وكله تمام تمام تمام. هذه سفرتي جاهزة، بيتغدوا. حطوا لي لايك. باي باي، مع السلامة، أحبكم.